اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا؟ أخباركم ايه؟ بتمنى يا رب ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. قولوا آمين، اللهم آمين يا رب. أول حاجة كده حبايبي، عايزاكم تنزلوا تسيبولي كده كومنت تصلوا بيه على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشجعوني كده باللايك، أمانة عليكم فضلا منكم وليس أمرا، وما تبخلوش عليا باللايك يا حلوين عشان اليوتيوب يقترح الفيديو، لأن اللايك هو اللي بيخلي اليوتيوب يقترحه والقناة تتشاف. أتمنى يا رب كده إن القناة تتشاف وتكبر كده بيكم بأمر الله تعالى. والشير بقى يا حبايبي، شيروا الفيديو على قد ما تقدروا. واللي لسه ما عمليش اشتراك اتمنى ان هو يشترك في القناة. تحت الفيديو في كلمة باللون الاحمر، يضغط عليها ويتأكد انه مفعل زر الجرس عشان كل ما انزل حاجة جديدة يجيلكم مني اشعار. وشرف ليا متابعتكم ليا، وان شاء الله قناتي تكبر بيكم ونبقى عيلة كبيرة، عيلة ام ملك. يلا بقى، اتمنى كده ان انتوا تشجعوني وتدعموني كده. احنا بقى اول حاجة كده هنخش على الفيديو بتاعنا. يلا بقى، اول حاجة زي ما احنا متفقين مع بعض، نسمي الله ونتوكل على الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. انا هنبتدي النهارده اليوم بتاعنا، هنخش النهارده هنعمل الغدا بتاعنا وهنشوف هنعمل غدا ايه. ونعمل غدا مش مكلف خالص. تعالي كده وانا هقولك على الغدا اللي احنا عملناه، يعني من غير تكاليف خالص. عملت اكلة كده سمك جميلة جدا، عايزة اقول لكم تستاهل بقكم والله العظيم بجد. انا بقى اول حاجة كده كنت لسه جاية من بره، كنت في السوق يعني كده ولسه طالعة، دخلت على المطبخ كده على طول وكنت جايبة السمك الجميل ده زي ما انتم ما شايفين. طبعا اول حاجة كده فضيت الحوض، فضيت رخامة الحوض كده، وكان في مواعين كانت متكفية، شلتها كده ورحت ايه وديتها مكانها. قلت بقى عشان هنشوف نعمل، هننضف السمك ده، انا بحب كده افضي رخامة الحوض كده كلها. وطبعا زي ما انتم ما شايفين بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا بقى ايه جبت السمك الجميل ده، واقول لكم سعره دلوقتي كام، وقولوا لي بقى انا انضحك عليا ولا لا، ولا ايه، ولا انا ناصحه. عايزاكم تكتبوا لي كده كومنتات وتقولوا لي بقى ايه، انا كده ايه، موفره ولا لا. انا بقى ايه نزلت زي ما انا قلت لكم كده، كان معايا كام، كان معايا 100 جنيه. وطق في دماغي ان انا عايزه اكل سمك، واحنا عامه بنحب السمك كلنا، وكان بقالي فتره ما عملتوش عشان كنا عيانين وكده. فقلت بقى خلاص انا ايه هجيب سمك. سألت على كيلو السمك بكام الكبير، الكيلو السمك ب50 جنيه. ماشي، انا هجيب قد ايه بقى سمك؟ قلت لا خلاص انا ايه هجيب بالسمك الصغير ده. هو ده مش صغير على فكرة يا جماعة، هو برضو كده حجمه حلو واحنا برضو بنحبه. وانا بصراحة لما بحب اعمل اكلة سمك بحب ان انا اشكلها وانوعها كده، يعني احب اشوي مثلا سمك واقلي وكده. فانا ايه رحت ايه السمك دوت زي ما انتم شايفين كده، جيت ايه سألت عليه، لقيته بكام بقى ايه ب30 جنيه. طبعا عايزه اقول لكم ان انا ايه يعني اتصدمت من سعره، لان انا كنا بنجيبه رخيص، بس طبعا الاسعار غليت. يعني الحمد لله، ربنا يا رب يرحمنا برحمته. الاسعار مولعه جدا يا جماعه. المهم ان الايه الست قالت لي بكام ب30 جنيه، فانا اخدته منها من هنا لهنا ب15 جنيه. فايه خدت الكيلو على 15 جنيه، كانت هي معاها اخر 4 كيلو. خدتهم على بعضهم كده، المهم انها بعد ما وزنتهم لقيتهم 4 كيلو. وكده ال4 كيلو وقفوا عليا ب60 جنيه. وطبعا رحت ايه بقى ايه جبت حاجات بقى السلطة، جبت بقى الطماطم وجبت الخضرة، وجبت خيار وجبت ليمون وحبة الحاجات بتاعت السلطة دي تمام. ورحت بقى دلوقتي كده هنضفهم زي ما انتم ما شايفين كده. وطبعا خليت السمكية الفايرة شوية هنقليها، واللي هي أقل منها اللي احنا ايه هنشويه. ده اللي في قلب كده المصفى اللي هم الحبة الكتار دول، ده اللي احنا هنشويه. شايفين حجمه كمان يا جماعة، حلو جدا. حجمه حلو. وده كده قلت كده هقلي كده حبة كده ايه، نعملهم مقليين. خدت اللي هي الفايرة كده شوية، وعايزة اقول لكم ان السمكية جميلة جدا وماسكة نفسها. انا هنا السمك اللي انا هقليه برش عليه معلقتين ملح كده، وقلت اسيبه كده شوية عشان خاطر ايه يتملح ويبقى حلو. انا دايما بحب اعمل السمك كده. وبصراحة بضيف عليه بقى ليمون وبسيبه، بس انا بقى ما ضفتش عليه ليمون. طبعا الدنيا غلبة يا جماعة، لازم برضو نوفر حبة الملح هيقوموا بالواجب. وكده كده هحط في الدقة ليمون وكده. احنا هنا بقى كده قشرت كده ايه نص كده، نص راس توم زي ما انتم شايفين كده، وبضيف بقى عليها الدقة دي طبعا عملتها معاكم قبل كده، اللي هي مشكلة فيها كل حاجة بتبقى جميلة جدا.
واخدة بقى ملح وفلفل وكمون وشطة وكزبرة وكمان حاطة كيبة صيني، كل الحاجات دي كلها مع بعضها. هندقهم بقى. عايزة اقول لكم بقى والله بجد بجد الست الشاطرة اللي تعرف تدبق نفسها الايام ديت، لان الدنيا غلا جدا جدا، وطبعا الاسعار نار. وعايزة اقول لكم احنا مش عارفين الدنيا رايحة بينا على فين، والله العظيم بجد ربنا يا رب يرحمنا برحمته. عايزين بس الاسعار تنزل شوية، لان الاسعار مولعة جدا جدا. يعني حتى لو في حاجات الأكل والشرب دي اللي هي يعني الأساسيات يعني. لكن لأ، كل حاجة تروحي السوق كل حاجة مولعة. مفيش حاجة هادية خالص، يعني مفيش حاجة كده راسية على حالها، لأ كل حاجة طالعة نار فوق. ربنا يا رب كده ايه يرحمنا. آم، فأنا طبعا عملت أكلة السمك دي. أنا كنت لو كنت هجيب الكيلو مثلا ب50 جنيه، هجيب مثلا 2 كيلو. ومش هعرف أجيب بقى حاجات السلطة. وزي ما انتوا عارفين كده الواحد ماشي على قده الايام دي. انا بقى هنا كده ايه علقت على الصاج اللي انا هشوي فيها. وانا كان عندي ازازه الزيت دي يا جماعه. ده زيت كان مكانه سمك، انا طبعا مش برميه، يعني قليت منه مره او مرتين ورحت حاطاه في ازازه. فطبعا بحطه في قلب على الصاجه، عشان خاطر لازم احط حبه زيت على الصاجه كده. انا طبعا حطيت منه عشان برضه نوفر في الزيت شويه، لان انا في اليوم ده كنت شاريه ازازه زيت. وعايزه اقول لكم كنت شاريه ازازه الزيت ب60 جنيه. اه والله العظيم. والزيت برضو رافع جدا، يعني اشمعنى هو يعني. تمام. فانا عشان كده ايه حطيت من الزيت الزفر اللي عندي. هنا بقى رحت رصين بقى كده السمك بتاعنا. عايزه اقول لكم ان انا بنضف السمك لانه كان كبير شويه. الاول كنا بنجيبه بصراحه كان بيبقى صغير شويه عن ده. كنت بشويه زي ما هو، لكن ده طبعا كبير شويه. هو حلو برضو وسعره كمان حلو. اكتبوا لي بقى كده كومنت، قولوا لي كده سعر السمك ايه، وانا انضحك عليا ولا لا، ولا انا نصحى اعرف اوفر كده ولا ايه. هنا بقى كده كنت بعمل الدقة بتاعة السمك أو المية بتاعة السمك المشوي. طبعا بنضيف مية وبحط عليها يعني قد كوباية خل كده، كوباية شاي خل. وبضيف عليها من التومة اللي أنا عاملاها دي. وطبعا أنا بزود التومة عشان خاطر بحط منها على السلطة. وعملت منها المية بتاعة السمك المشوي دي. طبعا احنا بنشوي السمك وبعدين بروح شايلاه حطاه في قلب المية دي، تاكلي أحلى سمك والله العظيم بجد. جميل جدا. وبرضه وهو على النار لما بنيجي يعني احنا بنقلبه زي ما انتم ما شايفين كده. بروح برضه آه حاطه برضه من الميه دي، بتخلي السمكية كده معاكي طرية. وواخدة من المية اللي فيها الخل والليمون والتومة بقى، بتبقى جميلة جدا. عايزاكم بقى تجربوا أحلى سمك كده. وطبعا ايه الخفة والجمال ده. عايزة اقول لكم انا كنت بجري كده في المطبخ. هنا بقى في العندي قلت اعمل حبة رز كده. طبعا حبيت ان انا اعمل طالما في سمك مشوي، حبيت ان انا اعمل رز كده ابيض. هو بصراحة انا ما بعمله مش ابيض يعني. معلش يا جماعة ما تركزوش معايا. انا طبعا كده كنت بشوح الرز. وطبعا بقلب برضو السمك عشان ما يتحرقش معانا. اللي بتطلع اللي بتتحمر وبتطلع بحط بدلها على طول. ولما بقلبها على الوش التاني بحط احلى. شايفين حبة دقة كده او حبة مية، مش عارفة ليه معلقة معايا دقة. انا هنا بقى الرز بتاعنا ليه بحط فيه كاري وبحط حبة كركم كده عشان عايزاه رز اصفر. عايزاكم يا جماعة تجربوا الرز الأصفر ده كده جنب جنب السمك، بيبقى جميل جدا. البنات عندي بيحبوه جدا أحسن ما بيحبوا الرز يبقى لونه أبيض. طبعا كل واحد وأكله طبعا، بس إحنا أنا عملته لهم مرة. عايزة أقول لكم والله بجد حبوه جدا. وطبعا ضفت بقى الملح بتاعنا وسبته عشان خاطر إيه. آه إيه إيه كنت هقول إيه. ركزوا معايا كده. عشان يتشرب الرز يتشرب بقى ونوطي عليه النار. وهنا بقى كنت ايه السمك بقى اللي انا كنت رش عليه الملح اللي انا هقليه. شطفته بقى شطفة. انا سبته قد نص ساعة بس مش كتير. وعشان كنت طبعا مستعجلة على الغدا. وطبعا عايزة اقول لكم ان السمك خد مني وقت كبير جدا وانا بنضفه. وعايزة اقول لكم قطم ظهري بجد من الوقفة. بصراحة ارخم حاجة فيه لما انت تقفي تنضفيه، غير لما بيكون كبير طبعا. وطبعا دلوقتي الكبير بيجي متنضف جاهز. لكن الصغير ده طبعا لا، انت بتاخديه تنضفيه بقى حلو كده. وترش عليه الملح كده وتغسليه حلو. انا هنا طبعا كنت بحدق بقى السمك كده وكنت معلقه على طاسه الزيت وهروح نقلي بسرعه. عايزه اقول لكم والله ان لو ما شجعتونيش وما حطيتليش لايك انا هزعل منكم وعلى الفيديو ده. عشان انا بجد الفيديو ده تعبت فيه جدا. وعايزه اقول لكم كمان
محتاجة 1000 لايك تحطوا لي على الفيديو ده بالذات، مش عارفة ليه، لإني كنت تعبانة جدًا، 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 فعايزاكم تشجعوني بقى وما تزعلونيش وتحطوا لي كده تخلّوا الفيديو ده يوصل ل1000 لايك. يالّا، ولو لسه ما عملتيش اشتراك يالّا انزلي بقى اشتركي في القناة كده، وخدي جولة عندي، إن شاء الله قناتي تعجبِك، فيها روتينات ووصفات لكل بنت داخلة المطبخ جديد، واتعلموا كده معانا، ولو حد حابب أفكار جديدة يكتب لي كده تعليق وأنا معاكم وليكم، وإن شاء الله قناتي هتكبر بيكم. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي كده يا حبايبي. عايزة أقول لكم بقى ده كان الغدا بتاعنا، عملنا بقى جنبه أحلى طبق سلطة كده، سلطة خضرا مشكلة فيها كل حاجة، وادي الرز الأصفر بتاعنا. وإيه رأيكم في الفيديو النهاردة؟ وبألف هنا يا رب. وعايزة أقول لكم كمان انت ممكن تجيبي يعني كمية السمك، تستغلي كده لما تنزلي السوق وتجيبي كمية سمك زي اللي أنا جايباها دي، وقسميها على مرتين أو على حسب عدد أسرتك وعلى حسب الوجبة بتاعتك. أنا طبعًا كده عملتهم كلّهم، لإن إحنا بنحب السمك ده أوي جدًا، خصوصًا لمّا باكون عاملة سمك مشوي، وكمان بنبقى مثلًا هنتغدى منه، ولو فاض هيبقى عشا بإذن الله. وبألف هنا، وانتظروني بكرة في فيديو جديد.